الكبار. حركية غير عادية للمحترفين المغاربة في مختلف الدوريات الأوروبية، صفقات مهمة وأرقام غير مسبوقة ضاعفت من قيمة اللاعب المغربي في سوق الانتقالات الصيفية. بعد موسم واحد رفقة روما وعدة أيام من المفاوضات، انتقل المهدي بن عطية إلى بايرن ميونخ الألماني الذي ربح السباق نحو المدافع المغربي أمام كبريات الفرق الأوروبية، لينضم بن عطية إلى النادي البافاري بعقد يمتد 5 سنوات وبمبلغ 30 مليون أورو ليصبح أغلى اللاعبين العرب. قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، السعيدي يوقع لستوك سيتي بعد موسم قضاه الدولي المغربي رفقة النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة قادما من هيرنفين الهولندي. انضم السعيدي رسميا لفريقه ستوك سيتي بعدما اقتنع مسؤولو النادي الإنجليزي بأداء السعيدي في موسم لعب خلاله 25 مباراة وسجل 5 أهداف. لاعب خط الوسط كريم الأحمدي عاد لصفوف فريقه فاينورد قادما من أستون فيلا الإنجليزي. الأحمدي كان قد انتقل إلى البريمير ليج قبل موسمين ليبدي فريقه السابق فاينورد الهولندي الرغبة في استعادة خدماته وينتقل إليه رسميا لمدة 3 سنوات. وتمكن مالاغا الإسباني من التوصل إلى اتفاق مع غالاتاساراي التركي للتعاقد مع الجناح المغربي نور الدين أمرابط. مالاغا وقع عقدا مع الدولي المغربي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الانتقال الرسمي مقابل 3.5 مليون أورو. حارس مرمى بطل الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد المغربي ياسين بونو انتقل لنادي سراقسطة في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة لموسم واحد، وكان الوداد الرياضي يأمل في انتداب الحارس لموسم واحد، خاصة أنه سبق أن دافع عن القلعة الحمراء قبل موسمين ليدخل نادي سراقسطة الخط ويستفيد من خدمات الحارس المغربي. قادما من نادي الجزيرة الإماراتي، انتقل عبد العزيز برادة إلى فريق مارسيليا الفرنسي لمدة 4 سنوات، وكان برادة ذو 25 سنة قد انتقل إلى الخليج من فريق خطاف الإسباني، ورغم توقيعه عقدا لمدة 4 سنوات إلا أن التوافق بين الطرفين كان على رحيل النجم المغربي. انتقال كوكبة من المحترفين المغاربة إلى وجهات جديدة من شأنه أن يخدم مصالح النخبة المغربية على بعد أشهر قليلة من انطلاق كأس إفريقيا.